واحد من اكبر الاغلاط اللي كنت كنطيح فيه ديما هو انني ديما كنت باغي نبان قدام الناس واعر. اليوم ان شاء الله غنعالجوا واحد الموضوع اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، وكل شخص فينا كيطيح في هذا الغلط. وهذا الغلط هو عدم الثقه في راسك، في داكشي اللي كدير ولا في داكشي اللي كيعجبك. وبما انني شخصيا طحت في هذا الغلط فراني قدرت نعالجو وقدرت نخرج من هذا الاحساس اللي كيجي لاي واحد في اي دومين كيديرو ولا كيعجبو. وبما انني كنت كنحس بهذا الاحساس من كنكون كنتريني، فراه هذا الاحساس هذا ما كانش كيخليني نحس بالراحه والاستمراريه في اي حصه ولا في اي موفمون درتو. الا كنت كنهز اوزان ثقيله فراه كنحس براسي بانني مزيان، ولا كان جا شي نهار وحسيت براسي عيان والطاقه ديالي هابطه وما قديتش نهز نفس الاوزان اللي كنت كنهز، فراه كنبدا نحس براسي ولا كنحس بواحد الضغط اللي كبير. وهنا كنبدا نفكر شنو غادي يقولوا عليا، واش غادي يشوفونا ضعيف ويقدروا يحسبوا داكشي اللي كنت كندير غير تمثيل. ولكن الحقيقه الناس ما عارفاش ظروفك وما عارفاش حتى شنو داز عليك نفسيا ولا جسديا. المشكل الحقيقي ماشي في الناس، المشكل فيك انت، حيت انت اللي ديما كتربط القيمه ديالك بنظره الناس وكتحاول انك تبرر باللي راك عيان وحاس بالعيا ودايز واحد الفتره اللي صعيبه بزاف عليك. ولكن هادشي كامل ما غيعرفو حتى واحد الا انت. وعلاش خصك تبرر اصلا؟ الشخص القوي هو اللي كيدخل ديما يتريني سواء نهارو زوين ولا خايب، وكيعرف ان كل حصه مختلفه. كاين النهار اللي كتحس براسك بالله راه قوي، وكاين النهار غير الحضور ديالك بحد ذاته انتصار. خصك تحاول تحبس انك تبان مثالي وامن براسك، لانك انت الوحيد اللي عارف الرحله ديالك كامله. وواجه اي حاجه وكمل بلا حتى شي تبريرات، وحاول انك تتعلم تستمر في اي حاجه باغي ديرها في حياتك، حيت الدافع الحقيقي هو انك ماشي تبان ديما قوي. الدافع الحقيقي هو انك تكمل حتى ملي ما تكونش في احسن الحالات ديالك. المشكل اللي كيعيشوه بزاف ديال الناس هي الشوفه ديال الناس عليهم. واش غادي يشوفوني باللي ضعيف ولا خصني ديما نبان لهم باللي انا في احسن الحالات ديالي واعر؟ ولكن الحقيقه حتى واحد فينا ما مثالي، كل واحد فينا عنده واحد الجانب اللي ضعيف والجانب اللي قوي. وفي احسن الحالات ديالو اللي تيكون فيها قوي ولا في احسن حوايج كيديرهم وكيحس براسو بالله قوي، كيجي واحد الوقت وكيحس براسو ضعيف لانه عنده واحد المراحل كبيره كتلعب له لا نفسيا ولا جسديا عليه. داكشي علاش كتبان في ديك الحاله، وهذا ما خصكش انك تبرره للناس. داك الشخص اللي كيبان لك قوي قدامك راه حتى هو كيحس بواحد الوقت بالعيا بواحد الضغط وافكار داخليه كيحاول انه يحاربها. فاذا كان الهدف ديالك انك تبان واعر قدام الناس، غادي تلقى راسك غير كترضي في الناس والناس عمرهم غادي يفهموك. اما اذا كان الهدف ديالك انك تطور راسك فراه خصك تبدل الطريقه ديال التفكير ديالك كامله، وغادي تبدا تسول كيفاش نقدر نطور من راسي، كيفاش نطور من العقليه ديالي، وكيفاش نقدر نبقى واقف حتى في النهارات الصعاب. واهم حاجه هي انك ترضى على راسك، حيت النتائج القويه كتبان بوحدها، ماشي انت اللي كتبينها بالقوه. وهذا الشيء كامل مرتبط بالعامل النفسي والتراكمات وعدم الثقه اللي كتكون داخل الانسان. ولكن ملي كتبدا تدخل العادات الزوينه في حياتك، الوعي ديالك كيبدا يكبر وكتعرف الاخطاء ديالك الداخليه وكتعرف تميز بيناتهم باش تعالجهم وتطور راسك خطوه بخطوه. وإلا وصلتي حتى لهنا كنتمنى انك تكون فهمتي هذا الموضوع اللي هضرنا عليه، وما تعلقش اي حاجه كديرها في حياتك تعلقها بالناس وتبان مثالي ليهم. وخلي معك واحد متابع القناه وشاركني الراي ديالك في كومونتير. وتحية.